هشارك معاك 5 تريكات بسيطة لكن فعالة جدا في المونتاج، واللي فرقت معايا شخصيا ونقلت مستوى الفيديوهات بتاعتي نقلة كبيرة جدا. سواء كنت بتمنتج فيديوهات يوتيوب أو ريل، التريكات دي هتساعدك تخلي الفيديو بتاعك يشد الانتباه من أول ثانية ويبقى شكله احترافي حتى لو مش عندك إمكانيات ضخمة أو خبرة سينما. والخمس تريكات دول 5 تريكات بسيطة جدا ومش معقدة ومش محتاجة إن أنت جهازك يكون خارق عشان تقدر تطبقه. ويلا بينا نبدأ في أول تريكاية. أول حاجة هنعمل نيو كومبوزيشن. بعد كده هننزل الحاجة اللي هنشتغل عليها زي الصورة دي مثلا، وهنعملها 3D. بعد كده هنحط دي هنا وبرضه هنعملها 3D، وهنتك حرف ال R ونيجي على ال X rotation نعملها -90، وناخدها وننزلها تحت كده. هنحط عليها افكت الموشن تايل، وهنخلي دي 400 مثلا ودي زيها، وهنعلم على دي بحيث ان احنا نخفي الحاجات دي كده. بعد كده هنعمل نيو نل ونعملها 3D. بعد كده واحنا ضاغطين على الشيفت هنربطها بالتكتشر. هنيجي هنا هنعمل بري كومبوز ونخلي دي هنا ونسميها تكتشر، تمام. هنخليها تحت ونخلي دي هنا. بعد كده هنعمل نيو adjustment layer نخليها تحت ونخليها نسميها بلور. حط عليها افكت الكومباوند بلور، وهنيجي هنا ونعلم على التكتشر، وبعد كده نخفي اللاير دي ونعمل دي دوبليكيت ننزلها تحت اللاير هنا، ونيجي هنا نعمل على ترانسفورم فليب فيرتيكال، ونروح منزلينها كده. هيعمل لنا تأثير الانعكاس ده، وهيكون واخد كمان شكل الايه، المية. بعد كده هنيجي على دي، نيجي على الماسك نعمل كده، ونيجي على الفيزر نزوده. بعد كده هنعمل adjustment layer تانية ونحط عليها effect الديب جلو. ولو عايزين نغير التكتشر نجيب مثلا اي حاجة تانية، هنعلم بس على دي ونتك على الالت ونغير. هنيجي هنا هنلاقي الانعكاس اتغير بالشكل ده. ونروح على التركاية التانية. تاني حاجة وهو تأثير الإزاز، هنيجي هنا نحط نفس الصورة. كل اللي هنعمله هنيجي هنا على العلامة دي نعمل ريكتانجل عادي جدا، نخلي الفيل أبيض، أنكر بوينت في النص، وهنحط عليها إفكت الفاست بوكس بلور، وهنخلي دي 25، وهنيجي هنا نعلم على دي هيدينا تأثير الإزاز. بعد كده هنعمل لها دوبليكيت، نشيل العلامة، نشيل الفاست بوكس بلور، وهنشيل الفيل، وهنخلي الستروك مثلا 3، هيبقى بالشكل ده كده. وكل ما زودت في الريديوس بتاع كل ما زودت او قللت في البلور هيديك تأثير الازاز بشكل اكتر. نخش على التركاية اللي بعدها. ازاي هنحول الاشكال من الشكل ده للشكل ده؟ اول حاجة هنجيب البنتول ونعمل اشكال كده بشكل عشوائي. ننزل الستروك، نحط فيل ابيض مثلا، وبعد كده ايه هنعملها هنا بشكل عشوائي، نغير الفيل شوية بشوية. وهنيجي هنا نعمل null object ونربط كل ده بيها، كله 3D، ونربط ده كله بالنل. هنزود السكيل شوية. بعد كده هنيجي هنا نتك على حرف الار، وانت ضاغط على الالت على الزد على الزي روتيشن تعمل كده. وانت تكتب تايم نقطة 100 مثلا، او نخليها 50. adjustment layer ونحط عليها effect الفاست بوكس بلور برضو، خليها 100 مثلا.
بعد كده هنسلكت اول ونعمل بريكومبوز، نكتب سيركل. تمام. هنيجي هنا ممكن نعملها دوبليكيت، نلغي دي، نعمل شكل دايرة. هنيجي هنا نعمل لاير ستايل انر جلو، وهنعمل اوتر جلو. هنا هنخلي الاوبستي 25، والسايز هنخليه 60 مثلا، وهنا هنخلي الاوباسيتي 100، وهنخلي دي نورمال. لو عايزين نغير اللون هنعمل adjustment layer تانية ونحط عليها أو الهيو saturation، هنعلم على دي، نغير اللون من هنا براحتنا. ممكن تحط effect، لا نحطه على layer effect النويز، وهنشيل دي خليها 5 مثلا، هيطلع معاك الإفكت ده كده. نيجي بالتريكات التالتة، هنيجي هنا نعمل ريكتانجل بالشكل ده كده، كده مثلا، خليه في النص والانكر بوينت في النص، ونظبط برضو الراوند دينس 60 مثلا. وبعد كده هنيجي هنا عند الفيو ونعمل شو رول، واحنا ننزل هنا بحيث ان احنا ناخد نفس مقاس الريكتانجل. بعد كده هنيجي هنا نعمل ريكتانجل بنفس المقاس بالشكل ده كده، نخليه هنا، نخلي برضو الراوند 60، ونعمل دوبليكيت ونخليه هنا، نخلي الانكر بوينت في النص، ودي برضو نخلي الانكر بوينت في النص، كنترول الت هوم. بعد كده هنظبط الكي فريم بتوع الاتنين دول، دي ودي، بوزيشن كي فريم خليها هنا. بعد كده هنجيب دي بالشكل ده كده، وهنجيب دي بالشكل ده كده، وهنيجي هنا نعمل ايز ونظبط الجراف بالشكل ده كده، بحيث انها تطلع بالشكل ده، تظهر معانا بالشكل ده كده. بعد كده نعمل adjustment layer، نحط عليها effect الجوشن بلور legacy، وهنخليها 30. بعد كده هنحط effect السيمبل شوكر، وهنخليه برضو 30، وهيظهر معانا بالشكل ده. ونخش على التريكاية اللي بعدها. اما التريكاية الأخيرة بقى فأنا هسيبها لك كبريسيتس موجودة تحت في الديسكريبشن، انت بس حطها كده اللي هو هولوجرام افكت. وبعد كده adjustment layer deep blue، وهتشيل دي. ممكن نيجي هنا نعمل ماسك على الصورة بالشكل ده، وهنيجي عند الماسك نعمل انفيرت، وهنزود الفيزر بس برضه علشان تعرف الافكت ده اتعمل ازاي. اول حاجة هتحط الافكت الفينيتيان بلويند، وهتخلي دي على 46 و4، هي طبعا النسب مش ثابتة ممكن تغير فيها. وبعد كده افكت دروب شادو هتغير دي على الابيض، وهتخلي الاوباستي 35، والديستانس زي ما هي، والسوفتنس هتزودها على الاخر، او هتزودها جامد يعني. اما بقى الافكت الاخير وهو التربلنت ديسبيسمنت، هتخلي اهم حاجه تخلي دي على هوريزونتال، هتخليها على دي يعني، وهتخلي الماونت 9 والسايز 11. وبعد كده هتيجي على الايفولوشن دي وتتك الت عليها كده، وهتعمل هنا تايم 50 مثلا، هيظهر معاك افكت الهولوجرام. وبكده احنا اتعلمنا 3 تريكات في المونتاج تقدر تضيفهم على فيديوهاتك ويغيروا شكل الفيديوهات بشكل جميل اوي.